سؤال واحد بس بيتسأل من أول ما الفيلم ده نزل: ايه اللي يخلي فيلم زي ده محبوس من 3 سنين؟ هنا بعض النقاد والمهتمين بالسينما دأبوا في التفسير. منهم تفسير واحد منطقي جدا، خصوصا بعد ما شافوا الفيلم مش قد التوقعات، مليان بالثغرات خصوصا في الكتابة. مستواه لا يقارن بفيلم الممر، وبالتالي مش هيحقق الإيرادات العالية. تعالوا كده نجاوب على تفسير ونبتدي بالأخير. من أول ما الفيلم ده نزل واحنا بنسمع وبنقرأ عن أرقام عالية جدا، لدرجة إنه كسر ال2 مليون في أول 3 أيام. بمعنى إن الناس غير إنها متشوقة تشوفه، فهي بالتبعية أعجبت بيه جدا، وبالتبعية ابتدى يسمع إنه فيلم حلو. ده غير طبعا الدعاية الجبارة اللي حصلت له، ده غير مشاهد الطيارات اللي شفناها في الإعلان، ده غير كوكبة النجوم اللي ظهرت واللي ما ظهرتش. كل ده ساهم في إن الناس تروح وتتفرج. فيلم حربي كبير جدا، ولسه أحداثه عالقة في الأذهان. لسه فاكرين أولادنا اللي ماتوا في غدر في ليبيا، ولسه فاكرين نبأ الضربة الجوية اللي كتير جدا للأسف شكك في تحقيق أهدافها. ومع التشكيك اللي حاصل، ظهر سؤال واحد دار في المجتمع المصري وقتها: إذا كانت المعلومات متوفرة عن أماكن داعش في ليبيا، ليه ما ضربناهاش من الأول؟ ليه ما أنقذناش المحتجزين؟ وليه سيبناهم طول الفترة دي؟ ومن هنا بتعرف سبب مهم جدا لتنفيذ فيلم زي ده. الهدف الأساسي منه هو الرد على الاتهامات اللي طالت القيادة السياسية في الوقت ده. القيادة اللي شافت إن نزول فيلم زي ده من 3 سنين مش هيكون في صالحها، أو إنه هيكون في ضرر ما على الأمن القومي، خصوصا إن الأزمة الليبية ما كانتش لسه خلصت، وإن داعش ومن وراء داعش كانوا لسه بقوتهم. هل الأزمة انتهت بعد 3 سنين، ولا لسه موجودة بس الأمور هدت شوية فما بقيناش نسمع عنها كتير؟ بمعنى أصح إن مصير فيلم زي ده، فيلم حربي مليء بالتفاصيل الدقيقة، ما هوش لا في إيد المنتج ولا في إيد الموزع ولا في إيد أصحاب دور العرض. ومن هنا نقدر نجاوب على التفسير التاني: المؤلف اللي احنا حملناه مسؤولية ثغرات الكتابة ورسم كل الشخصيات اللي قدامنا، بنشوف إنه بريء تماما. راجل تم تكليفه بالكتابة وبالحدود اللي شفناها، والمخرج ما عليه إلا إنه ينفذ اللي اتكتب وما يجودش، والمنتج طبعا اللي ما بيتوصاش. ففكرة إن الجيش وفر لك إمكانيات جبارة وإنت ما عملتش بيها أي حاجة، أنا شايف إنها مثيرة للسخرية بعض الشيء. وعلى كل، الفيلم مش وحش، بالعكس هو فيلم حلو جدا. يمكن الجزء الأول بتاعه مليان بالأحداث اللي مش مهمة وبالشخصيات اللي تهت فيها الحقيقة، لحد مشهد الاستشهاد، ودي كانت من أكتر المشاهد المؤثرة جدا يمكن في تاريخ السينما المصرية بشكل عام، ومعاها الريتم والحماس بيعلى في النهاية. أما بالنسبة للممثلين، هما قدموا اللي مطلوب، لا زيادة ولا ناقص. يمكن اللي كان ملفت هو السقا، اللي كان لسه بصحته في الوقت ده قبل ما تحصل أزمته الصحية، واللي خرج منها الحمد لله على خير، ويا رب دايما. وإذا كان كل واحد أدى دوره زي ما هو مرسوم بالظبط، وإذا كانت المعارك من وجهة نظر ناس كتير فكرتها بمعارك الاختيار، وراحوا لأنهم يتكلموا عن فيلم معين شفناه في السينما والتلفزيون تقريبا من 3 سنين، فأنا أعتقد إنه ممكن يكون في وقفة أخيرة. مفيش شك إن الممر عمل حالة مهمة جدا عند الناس في الوقت ده، لكني بصراحة مقدرش أخده مقياس لأي عمل حربي عملناه وهنعمله في المستقبل، لأننا ببساطة شديدة عملنا فيلم زمان من 30 سنة تقريبا، اتوفرت فيه كل ما هو يليق بأي فيلم بيتكلم عن الحرب، على الرغم من إنه اتكلم عن عملية فدائية واحدة، لكن يكفي إنه كان دقيق جدا في تفاصيله، ومع كتابته المشوقة بشخصياته الحقيقية اللي اترسمت بحرفية جديدة، وإخراجه المتميز واللي كان من إنتاج الدولة بالمناسبة. لكنك في النهاية رغم كل شيء بتقدر المجهود اللي تم عشان يكون لنا أعمال شبه الاختيار والممر، ومعاهم بيجي فيلم اتكلم عن حدث مؤلم عقبه رد اعتبار في ساعات قليلة، حسست الواحد وقتها بالفخر وعزة النفس ما حصلتش يمكن من زمان. آسف على الإطالة.